عمي تبان تبون ميم جيدو تبان تبابين. زلزال في قصر المرادية في سابقة في عهدها. يشد روحكم مليح. هز الرايه البيضاء وبدا كيبيع لهم الوهم. يبدأ الانبطاح والرضوخ أمام المغرب. يعترف بالقرار 2797. يرفع الراية البيضاء ويبيع الوهم مباشرة على قنوات الإذاعات الجزائرية. الصدمه كانت كبيره بزاف. بنبرة انكسار غير معهودة. تفضل احكي. occidentale, il y a une résolution de l'ONU. La résolution de l'ONU est en train de faire son chemin. Comment? Il y a une résolution de l'ONU. La résolution de l'ONU est en train de faire son chemin. Sans accroc, بيننا وبينهم ولا c'est ما هذا فضيحة. وحسبي الله ونعم الوكيل. شي كاع ما درتش بديك الطريقه اللي ما كيهضر بها. أين ذهبت أسطوانة تقرير المصير؟ تبون خارج بواحد النبره ما عمرنا سمعناها من عنده قبل. انتم اللي كتقولوا الجزائر ما عندهاش تاريخ، ها انتم ها جوج تلفازات مليوحين غير في الزبل قدم الجزائر. هل انت تقدر تدابز معاهم؟ تقدر تقول لهم لا؟ نبره فيها التراجع والانكسار. اسكت ولا واحد تكلم ولا واحد تكلم. الأمم المتحدة فين هي ديك العياقه ديالك؟ اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. قدامها ديرها في الرواب. ثم قال ماذا؟ والمشكل اليوم اللي مطروح بالجزائر هو مشكل تاع رجال، اختيار رجال حتى نكونوا صريحين يعني. جماعة تعدوا علينا. حاضرونا يا إخواني، حاضرونا. لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده، ها اجمد. بعد 50 سنة من دعم النظام الجزائري المتعفن لملف هذا الملف الفاشل، علينا أن نساهم مع أشقائنا المغاربة وفي إطار منطقتنا وفي إطار قارتنا بأن ندفع الأمور باتجاه إيجابي ولا نبقى معا متمترسين إلى 50 سنة أخرى. أول مرة عم نجدو كيهبط النيف. هبط النيف. الآن يخرج في تصريح أنه يدعم قرار الأمم المتحدة، وكأنه كيعلن النهايه ديال السنوات ديال الهضره الخاويه والعنتريات اللي دامت عقول. السعوديين دايرين لا اله الا الله محمد رسول الله، والعراقيين دايرين الله اكبر. قال انت زيد لنا حاجه في الاعلام تاعنا، قلت واش نزيد؟ قال زيد الله غالب. كانوا على يالدي معاك. ما ده حاجة عجيبة، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيكوا يعني. الانتصارات اللي حققها المغرب في قضية يعني كسب الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، واش هادشي كيمهد للشعب ديالو؟ أنا ذات نفسي مش عارف. تحضيرا للرأي العام الداخلي في الخسارة. ما ذكر لا استفتاء لا تقرير العصير للشعب الصحراوي لا الصحراء الغربية مستقلة. أين اختفى الاستفتاء وأين هي الجمهورية الوهمية؟ جعلت النظام الجزائري اليوم لا يتكلم لا على الجمهورية العربية الصحراوية لا على المغرب الذي يحتل لا على أي شيء. والو. قال لك نحن مع مسار الأمم المتحدة. يعني مع شنو؟ الترجمه ديال هذه الجمله مع الحكم الذاتي. شنو هو 27 97؟ يعني مع شنو؟ المواجهه خسرناها دبلوماسيا وبلا رجعه. 27 97 اللي هو الرقم اللي غادي يبقى في التاريخ ديال النكبة الجزائرية. الذي يقر على أن الحكم الذاتي هو الحل الأوحد في قضية الصحراء المغربية. ولكن ما راضيش شبوني يقولها بالمباشر. معناتها الأسطوانة تاع 50 سنة سقطت. لقد رفعت الأقلام وجفت الصحف. الجزائر ليست طرفا في النزاع، سقطت. أموال باعوا راسهم. عمكم مجيدو باع البوليخاريو وباع تيندو وباع القياطين وباع العجاج، كل شيء تباع. ملايير الدولارات من أموال الشعب الجزائري. الجزائر قبل القرارات الأخيرة ديال مجلس الأمن راه ماشي هي هذه ديال اليوم. أخذتها الرياح ولن تعود يوما، والجزائر بالنسبة اليوم بهذا السبب غتبقاو في هذيك القوقعة الاستعمارية الفرنسية تفنى الدنيا. فلوس الغاز والبترول تخسرت لأغلى لاعب في العالم. الفرد الجزائري لن يستطيع استرجاع هذه الأموال، الله غالب. لن يجد أمامه إلا النظام الجزائري المتعفن. تحياتي لرئيس الدولة الجزائرية المحترم الذي الآن يتراجع وينبطح ويرضخ في هذا الملف. ألف مبروك، ربحت العصبة. وتهلاو لي في راسكم، نتوما اللي اختاريتوه، تم تكرموا بلاصتكم، هذا يمثلكم. إذا كنتوا تقبلوا أنه هذا الشيء تقال من طرف رئيس الدولة، كلام كيتقال. ماذا أقول وأي شيء يقال بعد كل ما قيل. وخا يتقال اللي يتقال أحسن ما قيل هو
وحسن شلد على دولة